السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نهضروا على واحد الدواء معروف بزاف اللي هو كوليسبازم. كوليسبازم، هاد الدواء هذا هو دواء كيستعمل باش كيخفف التشنجات في البطن والمعدة. يعني الألم اللي كيجي بسبب التقلصات في الأمعاء أو المعدة. فاش ممكن نستعملوه؟ هذا كيعاون في عدة حالات بحال ألم البطن والتقلصات، مشاكل القولون العصبي اللي عنده القولون العصبي، اضطرابات الهضم، مشكلة في الهضم، حتى بعض الآلام عند النساء في الدورة الشهرية. بالنسبة للناس اللي كان العيالات اللي كانوا من الدورة الشهرية كذلك ممكن يخفف من الألم. بالنسبة للطريقة ديال الاستخدام ديالو، هاد الدواء كيخدم على إرخاء العضلات ديال الأمعاء، يعني كيحبس وكيوقف التشنج، وبالتالي فهو كيخفف الآلام. إذن هذاك التشنجات هما اللي كيعطيو الحريق والآلام، وهاد الدواء هذا كيساعد باش أنه يرخي العضلات ديال الأمعاء باش يخففوا لنا الألم اللي كنحسو به. بالنسبة للطريقة ديال الاستعمال ديالو، هذا بشكل عام كيتستعمل واحد الحبة حتى لجوج في اليوم. كتستعمل بالنسبة للكبار، حبة حتى لجوج حبات، وكيتشرب مع الماء. إذن كتاخد الحبة وكتبعها جغيمة ديال الماء. المهم ديما تبع النصيحة ديال الطبيب، ودائما كنرجعو النصيحة ديال الطبيب والنصيحة ديال الصيدلي اللي كاتب لينا في الدواء في لوردونونس. بالنسبة لشكون اللي خاصو يخاف من يتجنب استعمال هاد الدواء هذا، إذا عندنا ثلاثة ديال الحالات. إذا كان عندك مشكل ديال الحساسية من الدواء، كتعاني من الحساسية من الدواء، أو لا الحالة الثانية الأطفال الصغار. إذا ممنوع ياخذوا الأطفال الصغار إلا باستشارة ديال الطبيب، إذا نحاولوا نتجنبوا ما نعطيوش للدراري الصغار في حالة إلا في حالة استشارة ديال الطبيب. بالنسبة كذلك الحالة الثالثة اللي ما خصهاش تستعمل هاد الدواء هي الحوامل والمرضعات. إذا بالنسبة للعيالات الحاملة، المرأة الحاملة والمرأة اللي كترضع، ضروري تسول الطبيب ديالها قبل ما تاخد هاد الدواء هذا، حيت عنده تأثير على سواء بالنسبة للجنين أو لا سواء بالنسبة للدراري اللي كيرضع. واش هاد الدواء هذا عنده شي أعراض جانبية؟ هذه قليل فاش كنقولوا عنده شي أعراض جانبية، لكن ممكن كتكون بعض الحالات كتكون مثلا الدوخة خفيفة، ولا الهبوط ديال التوتر، ولا كذلك حساسية ديال الجلد. إذن هاد الحالات هادو اللي يقدروا تعتبروا أعراض جانبية ديال هاد الدواء هذا: الدوخة، التوتر، هبوط نزول ديال التوتر ديال الطونسيون، وحساسية ديال الجلد. فإلا حسيتي بشي حاجة غريبة، ما عليك إلا توقف الدواء وتمشي عند الطبيب باش يبدل لك الدواء، ولا تشوف فين كاين المشكل. وكنصيحة مهمة، ما تستعملش هاد الدواء بوحدك، ديما خذ استشارة ديال الطبيب أو لا الصيدلي الفارماسيان باش تاخد الجرعة الصحيحة. وإلا عجبك هذا الفيديو دير لايك، ما تنساش تبارطاجي باش تعلم الفائدة، ونشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.